يا صباح الفل عليكم يا أحلى متابعين في الدنيا، صباح الفل عليكم من أجمل شواطئ مطروح، وأنا النهارده هاوديكم شاطئ الغرام بس عن طريق البحر مش عن طريق البر زي كل مرة، هاقول لكم كل حاجة عن إزاي تركبوا وتروحوا شاطئ الغرام عن طريق المعدية، وتركبوا مواصلة إيه قبل ما تروحوا المعدية، وهاقول لكم كل تفاصيل دخول الشاطئ والكراسي والشماسي. بس قبل ما أبدأ في الفيديو الحلو ده وقبل ما أقول لكم أي حاجة، الناس أول مرة يشوف قناتي ما تنسوش اللايك والاشتراك والسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ في الفيديو الحلو ده على طول. أول حاجة عشان تروحوا شاطئ الغرام عن طريق المعدية، إحنا كنا قريبين من البوسيت زي ما أنتم عارفين قدام البحر، قدام الكورنيش اللي هو الجديد اللي لسه معمول جديد، فيا دوبك عدينا الشارع وأخدنا تاكسي، التاكسي ده أخد مننا لغاية البوسيت، والبوسيت ده هو ده المكان اللي فيه المعدية، هو الشارع زي ما أنتم عارفين الشارع اللي هو كان مليان فيه ملاهي، واللي كان موجود برضه كهف سليمان، وفي كمان الفندق ريفيرا، والشارع ده هو ده الشارع اللي فيه المعدية، فإحنا أخدنا تاكسي أخد مننا 30 جنيه، وبعد كده وصّلنا لغاية حتّة معيّنة ممنوع إن هو يدخل جوّه خالص، فوصّلنا لحتّة معيّنة كده قبل ما يدخل المعدية، وبعد كده أخدنا المعدية كان يوم جمعة، وكان بعد صلاة الجمعة بالضبط، كانت الدنيا رايقة خالص، الراجل كان متساهل معانا جدًا اللي هو كان بيسوق، ف يعني تقريبًا خَد عدد ما كانش كبير أوي. فأنا هاقول لكم برضه المزايا والعيوب اللي لاحظتها في الموضوع بتاع المعدية ده. أخد العدد ما كانش كبير، اللي أنتم شايفينه دلوقتي ده العدد وإحنا راجعين، اللي أنتم شايفينه دلوقتي العدد وإحنا راجعين. فالمهم هو أخد مننا كل واحد برضه 10 جنيه في المعدية. جوّه المعدية بقى أمّا سألنا قالوا إن هُم بيفتحوا أو بيشتغلوا من حوالي الساعة 09:00 وبيخلّصوا الساعة 17:00 كل كل تقريبًا ساعة أو نُص ساعة بييجي المركب ده زي ما أنتم شايفين، وبيوصّلوكم من البوسيت لحد الغرام والعكس، من الغرام للبوسيت. وأنا باورّيكم أشكال المعدية، في أشكال كتيرة جدًا وهُم تقريبًا جددوها كمان، يعني جددوها عن زمان، أنا أفتكر إن أنا ركبتها من كام سنة ما كانش شكلها عامل كده، و بس كده، وهاوريكم بقى إزاي بعد ما وصلنا شاطئ الغرام وقعدنا إزاي وكده، بس هاسيبكم تستمتعوا باللحظة الحلوة دي، وكمان مع الأجواء كلها عشان تعيشوا معايا اللحظة.
هنا بالظبط وصلنا شاطئ الغرام. هنا المكان اللي وانتوا جايين من شاطئ الغرام بتروحوا عليه عشان تركبوا هنا المعدية، وتروحوا برضو ترجعوا تاني للبوسيت. فأنا بوريكوا هنا شاطئ الغرام، اللي ما يعرفوش إن هو منقسم لجزئين، جزء صغير في الناحية التانية ناحية الشمال، والجزء ناحية اليمين. الجزء اللي هو ناحية الشمال بيبقى مفيش أمواج، يعني هو بحر محاط، فهتلاقوا إن مفيش موجة تقريبا. أما الجزء اللي ناحية اليمين وهو اللي بيبقى فيه أمواج، واللي معروف عن شاطئ الغرام إن هو الأمواج بتاعته كمان مش عالية. لكن 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 حصل إن إحنا في الوقت اللي إحنا جينا فيه، أنا جيت شاطئ الغرام كذا مرة في الرحلة دي. فالرحلة الأولانية ما كانش فيه أمواج، كان الأمواج عادية جدا. لكن بعد ما يوم أو يومين حصل إن هو في إن البحر عالي والأمواج بتاعته عليت وفي هوا، فمنعوا نزول الناس الناحية اللي هي بيبقى فيها الأمواج عالية، فنزلونا اللي هي ناحية الشمال. لكن البحر ما اتقفلش خالص. ففي الجزء اللي هو بيحصل فيه النوات أو الفترة اللي بيحصل فيها النوات، هم بيقفلوا البحر. أو انتوا بتعرفوا يعني قبل ما تروحوا الشاطئ لازم تسألوا يا جماعة إن الشاطئ ده مفتوح ولا مقفول، زي ما حصل معانا. وحصل إن إحنا ما رحناش شواطئ كتير بسبب بالذات شاطئ الغرام. لكن شاطئ الغرام ما قفلوش خالص، لكن منعوا النزول اللي هو الناحية اللي ناحية اليمين. لكن ناحية الشمال اتفتحت عادي، وكان فيها ناس كتيرة جدا، ونزلنا فيها ومحصلش فيها حاجة الحمد لله. فالحتة دي ضرورية جدا، وأنا قصدت إن أنا أقولها في الفيديو عشان إن انتوا تبقوا عارفين ومتوقعين إن ممكن يحصل نوات في أوقات مش معروفة. فلازم تسألوا قبل ما تروحوا أي شاطئ إن الشاطئ ده تمام قبل ما تروح كمان في المشوار، عشان طبعا المشوار بيبقى بعيد، وفي ناس ممكن تكون ساكنة مش في العوام، تكون ساكنة في الفيروز، فالمشوار بيبقى أبعد كمان، فالموضوع يبقى صعب. وإن شاء الله تستمتعوا برضو الشاطئ الغرام من الشواطئ الجميلة جدا جدا جدا، وميته طبعا فيروزية، والتدرج البحر ألوانه المختلفة. فأنا بصراحة بحب أروحه كل سنة. ويلا بينا نكمل الفيديو. هنا بقى أوريكم تذكرة الدخول 100 جنيه للفرد. 100 جنيه يعني مثلا لو انتوا عددكم 3 أفراد يبقى كل واحد كرسي، يعني 3 كراسي ومعاهم شمسية وكمان ترابيزة. فنظام شاطئ الغرام بصراحة حلو جدا. ولو انتوا رحتوا من بره، يعني مثلا جايين من ناحية الميكروباص ولا حاجة، بتدفعوا أكتر من كده بكتير. فطبعا انتوا كده موفرين جدا جدا جدا.
بجد يعني هي عبارة عن رحلة بحرية جماعية، يعني اللي هو مش عايز يركب يخت ويدفع كتير، فيدفع المعدية يا دوبك ب10 جنيه وهيستمتع بالبحر الجميل ده بتدرجاته. كمان هيعدي على أماكن كتير في البوسيت، فنادق كتير، وهيستمتع طبعا بالمنظر الطبيعي الجميل ده. فبصراحة أنا شايفة إن هي فرصة 2 في 1، إن أنت توفر وفي نفس الوقت آه، تاخد من المعدية أو من البوسيت لحد شاطئ الغرام، وفي نفس الوقت كمان تتفسح أنت وأسرتك ويا دوبك ب10 جنيه. إيه ده اللي عجبني في المعدية، إن هي طبعا بتوفر للناس كل نص ساعة أو ساعة زي ما قلت لكم، بتيجي لحد الساعة 5. أما بالنسبة للعيب أو العيب الوحيد اللي شفته، أتمنى إن السنة الجاية الموضوع يتحسن عن كده ويوفروا معديات أكتر، عشان الناس تنبسط وفي نفس الوقت ما يحصلش حاجة لا قدر الله. إن هما بيزودوا العدد جدا 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 يا جماعة، يعني مولد إن الواحد واخد باله ويقراه بمعدية تانية. فبصراحة الواحد ما يطمنش إن هو يركب في عدد كبير ويحصل حاجة لا قدر الله. الحتة دي خلي بالكم منها، مش مهم إن إحنا نرجع بسرعة ونلحق والكلام ده، قد ما المهم إن إحنا نحافظ على نفسنا وعلى أولادنا وعلى أسرتنا كلها على الآخر. النقطة دي خدوا بالكم منها، وفي نفس الوقت أتمنى لكم إن انتوا تنبسطوا في مطروح وتكونوا انبسطتوا معايا في الفيديو. وانا كده خلاص خلصت الفيديو بتاعي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو لسه اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا تحت وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا الفيديوهات الجايه مني. وانتظروني فيديوهات جايه كتير من شوبينج ست البنات. باي باي.